عصام الحضري يعمل أي حاجة عشان خاطر الجنيه، ده ممكن يبيع حد من عياله بس عشان جنيه زيادة. الكلام اللي فات ده مش كلامي، الكلام اللي فات ده كلام مانويل جوزيه عن هروب عصام الحضري من الأهلي واحترافه بره مصر. الكلام ده عدى عليه كذا سنة، وطبيعة الترندات الناس نسيته، بس رجعت من تاني يتردد بعد اللي عمله عصام الحضري امبارح. والكل بقى يفتكر كلام جوزيه عن الحضري لما كان جوزيه بيدرب النادي الأهلي، والكل كان مستغرب هو الحضري كورق مكشوفي قوي كده؟ ده حتى دموعه ما هزتش جوزيه، وقال عنها دموع تماسيح. ولما الحضري لقى نفسه كتاب مفتوح كان بيطلع على الفضائيات ويعيط ويقول أتمنى أرجع مصر تاني وألعب ولا حتى شوط واحد، وده هيبقى ماتش اعتزالي. عصام الحضري كان المفروض إن هو يدرب المنتخب الأولمبي، واللي كان هيبدأ في شهر مارس، يعني كلها أيام ويبدأ. وقرر الحضري إنه يعتذر ويقول إنه مش هيقدر. ناس كتير ربطت ما بين الموقف ده وموقف هروبه من النادي الأهلي وطيرانه على نادي سيون السويسري، وساب ناديه وزمايله وجماهيره في نص الموسم من غير حارس مرمى. بدأ جوزيه يرجع تاني للأذهان لما قال عن عصام الحضري إن هو كذاب كبير، وإنه دايما بيفكروا ببونوكيو، لأنه ما قالش لحد ولا بلغ النادي ولا الجهاز الفني ولا الإدارة حتى برحيله. الحضري هرب من الأهلي للدوري السويسري عشان الفلوس، ومفيش أي تفسير تاني غير كده. وكمل جوزيه كلامه وقال الحضري ما كانش محبوب داخل الفريق، والدليل على كده إن المباراة اللي جت بعد هروب الحضري ب3 أيام واللي كانت أمام المحلة، فاز الأهلي بهدف وحيد، وذهب اللاعبين للاحتفال مع أمير عبد الحميد الحارس الثاني وحملوه على الأعناق كأنهم بيقولوا شكرا إنك أنت رفعت راسنا. وناس كتيرة قالوا إن اللي حصل ده نفس الموقف اللي حصل لما هرب من تدريب منتخب مصر الأولمبي للتعاقد مع منتخب سوريا، علشان يعمل نفس الغلطة تاني مع المنتخب المصري وفي توقيت حاسم وعنده مباريات مهمة. وناس كتير اتكلمت عليه وقالت إنه عاشق للسبوبة. من وقت ما الخبر ده انتشر واتحاد الكرة طلع بيان وقالوا إنه خلاص قاطع الحضري ومنع التعامل معاه نهائيا. ومن وقت ما تعرف الكلام ده للجمهور بقوا يقولوا ده واحد ما يعرفش حاجة في الدنيا غير مصلحته. بمجرد ما كوبر كلمه خلع من المنتخب الأولمبي وقال لك شكرا أنا مش عايز أكمل، نفس اللي حصل مع سيون السويسري، نسي كل شيء وساب الفريق وخلع. ده واحد متعود على الهروب من زمان، أنا بشوف وصولي وبتاع مصلحته. ده واحد حصل على رخصة التدريب بالحب من غير ما يحضر ولا لقاء ولا محاضرة، واشتغل مع المنتخب الأول عافية وعمل حوارات مع الشناوي وأبو جبل. ده شخص بقى منبوذ ومكروه، وأعتقد بالشكل ده إن رجله انقطعت من المنتخبات بشكل رسمي. وكان واضح من تعليقات الجمهور كمية الغضب والزعل من الحضري، بس غريبة ما كانش كلام الجمهور، كان كلام الكابتن حازم إمام لما كتب وقال كان نفسي بس عصام الحضري يقول إن هو ماشي ومكناش هنرفض. لو كان جه وقال أنا جالي فرصة وفلوس أفضل وأنا كنت مدرب منتخب أول ودي فرصة عشان أرجع مدرب منتخب أول من تاني، ما كانش حد هيقف قدام طريقه ولا كان حد هيقوله لأ. صحيح عندنا ماتش رسمي مهم وكمان شهر، بس مش هنمسك فيه بالعافية، يعني ده منتخب مصر وأي حد يتمنى يدربه. إنما نعرف من الاتحاد السوري بتعيينك هناك كان لازم الموضوع يتعامل بشكل أفضل من كده بكتير. بس ودي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة، ياريت تقولوا لنا رأيكم تحت في الكومنتس. كان معاكم محمد البسيط من على المصطبة، سلام.